صباح الخير يا حلوين، اختكم هناء بتصبح عليكم. انا اتعلمت حاجه جديده. ايه رايكم في اللي انا اتعلمته ده؟ مش حاجات جميله تشرح القلب بجد، وحاجات بسيطه جدا. عباره عن كوبايه لبن. الاول بضرب بيضايه في الخلاط بذره فلفل اسمر بذره ملح، واضيف لها كوبايه لبن وكوبايه ميه وكوبايه دقيق. دول بصراحه عباره عن 3 كوبايات دقيق و3 كوبايات لبن و3 كوبايات ميه. فانا عاملاهم على 3 مرات. بصراحه عملت الاول العبوه الاولى، فرحت بيها. الله، طب وليه ما اعملش تاني حتى عشان اوري حبايبي؟ ايه رايكم؟ دلوقتي انا بنزلها من الجريل اهو. ما شاء الله، طبعا بتقلبيها، انا بقلبها، بحب اقلبها مرتين عشان ابقى ضامنه سواها من تحت ومن فوق. بالنسبه للجريل انا بدهنها ذره زبده كده كل فتره كده ادهنها. يعني اللي هو ايه، عشان ما يلزقش وعشان ابقى مطمنه له. خلاص دول اخر حبه عندي. تمام، انا بودي الجريل رايح رايح جاي كده عشان تملى الخليط، يملى الطاسه او الجريل نفسها. تمام يا قلبي، اهو الاخرام الصغيره دي بملاها. خلاص هو اخر حبه. ما شاء الله عمل لي كميه كبيره، كميه كبيره بجد. تقدري تعملي منها حلويات، تقدري تحطي لها جبنات، تقدري تحطي لها، تشوحي مثلا فراخ وتحطيها. جميله جميله جميله. حاجات بسيطه، حاجات مش مكلفه جدا، بس بره غاليه، وبره ولادك بيحبوا يجيبوها وياكلوها. ايه المانع ان انت تجيبيها وتتعلمي تعمليها؟ صدقوني سهله مش صعبه، والله سهله مش صعبه. بصوا جمالها وحلاوتها. على فكره هي تتاكل حتى من غير حشو، من غير اي حاجه، لانها لبن، بيض، دقيق، فلفل اسمر، ملح. يعني بمعنى اصح طعمها زي الفطيره الجميله. الف هنا عليكم. بصوا من هنا، افضل اتحسس كده من تحت، من حد تحت. لو استوت اقلبها، ما استوتش هي لا لسه، اسيبها اما تنشف شويه لغايه ما تبقى زي اخواتها. الف هنا عليكم وعلينا. صباحكم الفل دايما. اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.